نفسك في مطبخ زي ده في بيتك وبعد ما دفعت آلافات مؤلفة لقيت النتيجة حاجة تانية خالص؟ تعال نشوف. بقالنا شهرين في القصة دي. ده مطبخ يعني، ما احناش بنبني شقة. بص ترزع اهي. انا قلت لك على دي قلاب لانها مطبخية. دي دولاب الوحدة بتاعت السخان. معرفش الرف ده اعمل بيه ايه، احط عليه ايه، مش عارف اعملها لي ضرفة واحدة على بعضيها. لا، المفروض احنا عاملينها 3 اضرف. العميل ده مش أول واحد يتنصب عليه، شركات بتسوق لنفسها إنها الأفضل في السوق وعندها تصنيع بجودة فخمة ويعملوا خصومات خيالية عشان ينافسوا، بس للأسف منافسة غير شريفة، لا عندهم مصنع حقيقي للجودة ولا خامات أصلية ولا حتى ضمان. الخامات كونتر مكبوس خشب قديم وملزوق قشرة HBL أو PVC بيفك مع حرارة المطبخ والاستخدام مع الوقت. التقفيل سيء جدا، مفيش تصميمات بمواصفات مضوا عليها للعميل، كله شفوي والعقود مفصلينها على مزاجهم، والنهاية مطبخ ما يساويش تلت اللي اتدفع بعد الخصم. الشركة المحترمة بتكتب كل تفصيلة في العقد، من أول المعاينة الحقيقية وتخطيط التصميم مع العميل قبل ما يقطعوا أي لوح لحد نوع الميكانيزمات واللون والضمان الرسمي لحماية العميل. التركيب الصح بيبقى مظبوط من غير فراغات، علقات الوحدات على مجاري في الحيطة مش مسامير حرف إلا عشان ما تتحركش من مكانها. طبع الوحدات بمستوى واحد مع بعض ما تبقاش فيها لا فراغات ولا مفرق. التربيط بيبقى ميني فيكس ألماني أو إيطالي أو حتى تركي من نوع نظيف، بس شيك وعملي في الفك والتركيب باحتراف. قبل ما تدفع جنيه واحد اقرأ عقدك كويس جدا، لو التفاصيل مكتوبة تبقى شركة محترمة ووراها مصنع بيخاف على سمعتها، ولو مش مكتوبة يبقى شغل تحت السلم ونصب. ما تشتريش منهم فتندم. ونشوفكم بخير.